الفضاء الأفاضل طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 18 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وفد الأمم المتحدة يزور الإقليم الجنوبي. تقديم دعم مالي لأسر الشهداء في قنداع ونخفى. ماكرون يحذر روسيا من دفع ثمن باهظ جدا في حال مهاجمتها أوكرانيا. وطهران تطرح احتمال مباحثات مباشرة مع واشنطن. انتهاء الجولة الثانية من التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا دون فائز. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص والعزل بالإقليم الأوسط والقاشبركة أظهرت إصابة 18 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 17 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي من عدة بيتو وأخرية وقجرت، ومصابون قادمون من كرن ودقم حاري ودباروة وميعيني وعدخالة وبارونتو، وإصابة واحدة من مركز العزل في بارونتو بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 42 من مرضى وباء كورونا، 31 من الإقليم الأوسط، و11 من إقليم شمال البحر الأحمر، وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 77 عاما في الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9408، شفي منهم 8913، وتوفي 96 مريضا، فيما لا يزال 399 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 26 من يناير 2022. تجول وفد منظمة الأمم المتحدة الذي يسجل زيارة للبلاد ل5 أيام بالإقليم الجنوبي للتعرف على الأولويات التنموية للحكومة الإريترية وخلق فهم مشترك. وقد تفقد الوفد المكون من 25 عضوا من كبار مسؤولي المنظمة في إفريقيا والمدراء الإقليميين مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي ومركز علاج الناسور ومعهد حلحلة للأبحاث الزراعية ومشروع حلحلة للتنمية الزراعية ومؤسسة أزيب الخاصة للألبان ومشتقاتها ومشروع الطاقة الشمسية في عرزة وميدما وسدي لوغو وسلام المشيدان بالقدرات الذاتية وغيرها من المؤسسات والمشاريع الأخرى. وأوضح الزائرون تفقدهم للنجاحات الكبيرة التي حققتها إريتريا في وقت قصير ببرامج التنمية عامة ومجالي الصحة والزراعة خاصة، وأن التقدم الذي شاهدوه سيدفع آفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة إلى الأمام. كما أشادوا باستعداد إريتريا للشراكة مع الأمم المتحدة ومؤسساتها. وسيلتقي وفد الأمم المتحدة خلال زيارته للبلاد مع الوزراء ومختلف المسؤولين لبحث أوجه التعاون المشترك. تجرى الإشارة إلى أن إريتريا والأمم المتحدة أطلقت رسميا يوم 25 من يناير بأسمرة برنامج للتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والذي سيستمر ل5 سنوات ابتداء من العام 2022 وحتى العام 2026، تماشيا مع أولويات برنامج التنمية في إريتريا بمجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والصناعة وحفظ المياه والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية وتأهيل القدرات بالمؤسسات المختلفة. قدم عمال إدارة مديرية نخفة والمشاركين في التأهيل بمدرسة العلوم الاجتماعية في مدينة نخفة مبلغ 93 ألف نخفة لدعم 33 أسر الشهيد في منطقتهم. وقدم مبلغ 72 ألف نخفة ل 12 أسر الشهيد في مديرية قنداع بمعدل 6000 نخفة لكل أسرة، وتقديم 1000 نخفة ل 21 أسر الشهيد في مديرية نخفة. وقال مدير مديرية قنداع السيد عمر يحيى في المناسبة أن إعالة أسر الشهداء مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها، كما أشاد بتلك المبادرة الطيبة. وأوضح مدير مدرسة العلوم الاجتماعية في نخفة السيد يوهانس قالتا بأن المبادرة تعتبر مواصلة لأنشطة مساعدة أسر الشهداء التي تنتظم البلاد، ويوجد برنامج مستقبلي لتمكين أسر الشهداء من تحسين حياتها المعيشية. دعت سلطة الغابات والحياة البرية إلى تعزيز دور الإدارات والمجتمع لحماية الغطاء النباتي والحياة البرية. وأوضح ممثل السلطة في الإقليم الجنوبي السيد جبر ميكائيل برهي في الاجتماع التقييمي الذي عقد يوم 25 من يناير بمدينة مندفرة انخفاض ظاهرة قطع الأشجار مقارنة بالسنوات الأربع الماضية بفضل أعمال الرقابة وزيادة الأعضاء العاملين في مراقبة الأشجار وتعاون الجيش الشعبي. وأشار إلى زراعة أكثر من 1.2 مليون من شتول الأشجار بواسطة طلاب الحملة التنموية والأفراد والشعب وقوات الدفاع، وقد نجحت تلك الشتول بنسبة 80%.
داعيا الجهات المختصة للمساهمة في حماية الأشجار المغروسة. وحث مدير سلطة الغابات والحياة البرية العقيد كيم فهبتوم بضرورة توطيد علاقة الأعضاء مع إدارات المديريات للحد من ظاهرة قطع الأشجار. وقال يتوجه بإقامة المحميات ومعاقبة قاطعي الأشجار وإيصال تعليمات العمل إلى الجهات المعنية في أوانها. وأوصى الاجتماع بضرورة زيادة الإجراءات العقابية ضد مرتكبي قطع الأشجار وتقديم الزي المخصص لأعضاء سلطة الغابات والحياة البرية في أوانه. استشهد يوم 24 من يناير عضو مكتب قائد هيئة أركان قوات الدفاع العقيد إبراهام برهاني قبري عن عمر ناهز 71 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل العقيد إبراهام برهاني بصفوف قوات التحرير الشعبية في يناير 1975، وخدم خلال مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم، وعمل بعد الاستقلال مديرا لشركة الجمل للمواصلات العامة ثم في مكتب هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع. الشهيد العقيد إبراهام برهاني متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بأسمرة ظهر 26 من يناير. هذا وتعرب هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد العقيد إبراهام برهاني، وتقدم تعزيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا جدا إذا شنت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن فرنسا وألمانيا متحدتان في الدعوة إلى خفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد التكهنات التي سرت بشأن موقف برلين من هذه الأزمة، واحتمال أن يكون أكثر لينا من سائر الدول الأوروبية بسبب الروابط الاقتصادية بينها وبين موسكو. لكن ماكرون لفت إلى أن الحوار يجب أن يستمر مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيجري محادثات هاتفية مع بوتين صباح الجمعة. من جهته قال شولتز: نتوقع من روسيا خطوات واضحة تساهم في تهدئة الوضع. كما حذر المستشار الألماني من أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا للقاية إذا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا. طرحت طهران احتمال إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في حال كانت ضرورية لإبرام تفاهم جيد معزز بضمانات خلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي. ومنذ أشهر تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية أحاديا في العام 2018، موعدة فرض عقوبات على طهران، مما دفع الأخير للتراجع عن التزامات أساسية كانت مدرجة فيه. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن رفع العقوبات المفروضة على بلاده جراء نشاطها النووي سيمهد الأرضية للتوصل لاتفاق يتم بمقتضاها العودة للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو 4 أعوام، مؤكدا أن لا حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده. وأعلنت الحكومة الإيرانية أن عقد اتفاق مؤقت خلال المفاوضات النووية الجارية في فيينا ليس أمرا مدرجا على جدول الأعمال الإيراني خلال تلك المفاوضات. انتهت الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية بإيطاليا دون أن تسفر عن فوز أي من المرشحين، حيث قدم النواب عن أحزاب الائتلاف الحاكم بطاقات فارقة مجددا. ومثل ما حدث في اليوم الأول من التصويت، لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي 1009 ناخب المطلوبين لانتخاب خليفة لسيرجيو ماتاريلا، ولم تتفق أحزاب تياري يسار الوسط ويمين الوسط على مرشح مشترك. ومن المتوقع أن تسفر الجولة الثالثة على نتائج مشابهة، ولن تكفي أغلبية مطلقة للفوز إلا بعد الجولة الرابعة المقررة الخميس. وزادت المفاوضات بين رؤساء الأحزاب لاختيار مرشح محتمل بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني من سباق الرئاسة. في الخبر الأخير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% بحسب تحديث صادر لتقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات متأثرا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة. وتراجع بذلك معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، الذي تشير توقعات الصندوق إلى تحقيقه 5.9%. وقال الصندوق أن الاقتصاد العالمي دخل العام الجديد في موقف أضعف من التوقعات السابقة، مع زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، وفرض الدول بعض الإجراءات الاحترازية، وارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار أزمة سلاسل التوريد لتلقي مزيدا من الضغوط على معدلات التضخم. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 18 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وفد الأمم المتحدة يزور الإقليم الجنوبي. تقديم دعم مالي لأسر الشهداء في قنداع ونخبة. ماكرون يحذر روسيا من دفع ثمن باهظ جدا في حال مهاجمتها أوكرانيا. وطهران تطرح احتمال مباحثات مباشرة مع واشنطن. انتهاء الجولة الثانية من التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا دون فوز. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.